تخيل معايا واحد بيرسم لوحة وفي نفس الوقت بيخترع آلة طيران، وبعدين يروح يشرح جسم الإنسان، وبعدها يفتح كراسة ويرسم دبابة وساعة ووش ميكانيكا. هو ده مش بني آدم، ده موسوعة ماشية. تعالوا نرجع 600 سنة ورا ونشوف قصة راجل اتولد قبل عصره بقرون، الراجل اللي لما سألته الحياة عايز تبقى إيه رد وقال كل حاجة. ليوناردو اتولد سنة 1452 في قرية هادئة اسمها فينشي في إيطاليا، ومن هنا جاء اسمه ليوناردو دافنشي. ليوناردو دافنشي بس من أول لحظة كان مختلف. اتولد ابن غير شرع لمحامى كبير وخدمة بسيطة، وده معناه إنه ما كانش ليه حق يتعلم في مدارس النبلاء أو يدخل جامعات، بس ده كان أحسن حاجة حصلت له. ليه؟ لأنه اتعلم من الحياة، من الورق، من الطبيعة. كان كل ما يشوف فراشة يرسمها، كل ما يشوف موجة يحللها، والنتيجة طفل عنده 12 سنة بيشوف العالم كأنه لغز ولازم يحله. وهو عنده 14 سنة راح يتعلم على يد رسام اسمه فيروكيو، وفي يوم كان أستاذه بيرسم لوحة فيها ملاك، ليوناردو طلب يرسم وش الملاك رسمه بإتقان رهيب، لدرجة إن أستاذه قرر يسيب الرسم نهائيا وقال: أنا انتهيت، ده الولد ده جاي من كوكب تاني. من هنا بدأ ليوناردو يشتغل فنان ومهندس ونحات ومصمم بنفس الوقت. كان بيفكك الجثث عشان يعرف الجسم بيشتغل إزاي، وكان عنده دفاتر فيها آلاف الرسومات اللي محدش شافها غير بعد موته. أشهر لوحاته طبعا الموناليزا، الست اللي ابتسامتها لغز بقالها 500 سنة، بس اللي الناس متعرفوش إنه اشتغل عليها أكتر من 4 سنين، وكان بيشيلها معاه في سفره يرسم تفصيلة صغيرة ويكمل بعد شهور. فيوم واحد سأله: ليه ما بتخلصهاش؟ قالوا: لأني كل يوم بفهم وشها بطريقة جديدة. والمفاجأة الموناليزا عمرها ما كانت اتباعت، فضلت معاه لحد وفاته وكأنها سر شخص مش مشروع. كان بيرسم الشلالات ويكتب ملاحظاته بالمقلوب. أيوة، ليوناردو كان بيكتب من اليمين للشمال، والناس قالت عليه مسحور، بس الحقيقة كان بيكتب كده عشان مفيش حد يسرق أفكاره. كان بيستخدم المراية عشان يقرأ هو بس. رسم أكبر خريطة لتشريح الإنسان قبل ظهور الطب الحديث بقرون، وكان بيقول: لافهم الجمال الخارجة لازم تفهم العظمة اللي جواه. أول من رسم تصميم لطائرة هليكوبتر، كان بيشوف الطيور ويروح يرسم أجنحة ميكانيكية، بس عصره ما كانش مستعد. قال: هيجي وقت الناس هتطير زي ما نحلم دلوقتي. فآخر أيامه انتقل لفرنسا، والملك هناك خلى ليوناردو مستشار القصر وقال له: اعمل اللي نفسك فيه. ومات ليوناردو سنة 1519 وهو عنده 67 سنة، وساب وراه آلاف الرسومات ومئات الأفكار. وناس كتير بتقول إن في حاجات اخترعها ولسه ما فهمناهاش لحد دلوقتي. ليوناردو دافنشي ما كانش رسام عادة، كان حلم ماشي على رجلين. كان بيشوف المستقبل يرسمه ويستناه. الراجل اللي عاش حياته كلها بيسأل ليه وإزاي، واللي قال: الفن عمره ما بيخلص، بس الإنسان هو اللي بينتهى. لو عجبتك القصة متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. سلام.